ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ابو جلمبو. او السلطعون، بس هو بالسويسي بيتقال عليه ابو جلمبو. هو بيبقى لونه كده ازرق كده وجميل والوانه تحفه. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب حله فاضيه من غير ولا نقطه ميه، هنرص فيها ابو جلمبو. وبعدين انا عايزه هعرفكم دلوقتي هنختار انهي نوع. النتي ديت قولي للراجل النتي، وانا هعرفها لك دلوقتي عشان لما تروحي تشتري تبقى عارفه. محدش يضحك عليكي. ده اللي بيبقى مليان لحمة. بصوا، هيبقى شكله كده بالظبط. هن- هنرصه في الحلة زي ما انتوا شايفين من غير ولا نقطة مية. بصوا بقى، النيتي بتبقى عاملة كده، بتبقى تخينة من تحت. هي دي اللي بتبقى مليانة لحمة. دي تختاروها وانتوا مغمضين. هنحطه بقى في الحلة من غير ولا نقطة مية. الأكلة دي أكلة بالليل، بس هنجيب عليها بصلاية حسب الرغبة بتاعتكم، بس عشان تدي ريحة حلوة وطعم. هنبشر هنقطعها شرايح ونحطها عليه. هنحط معلقة كمون، نرش بس معلقة كمون من غير ولا نقطة مية. سامعاكي يا اللي بتقولي طب هنسويها ازاي وهتستوي ازاي؟ هي هتستوي، هي هتنزل ميتها لوحدها. لو حطيتي مية مش هتلاقي فيها نقطة لحم. طيب هنحطها بقى على البوتاجاز. هيبقى بالشكل دوت، هي بتطلع البخار بتاعها، هي بتسويها منها لفيها. كده انا حطيتها على البوتاجاز. بص، خدت اللون دوت. اول مجرد ما تاخد اللون دوت هتشيليها من على البوتاجاز على طول. هي مش هتكمل، مفيش 5 دقايق 10 دقايق. بس هي دي النتيجة النهائية. هتحطيها بقى في صينية. بصوا شايفين كان في نقطتين مية كده، هي والله اللي بتنزل ميتها. لو حطيتوا فيها مية مش هتلاقوا فيها لحمة، مش هتعرفوا تاكلوها، هتبقى فاضية. هي بتسوي نفسها بنفسها. والف هنا وشفا على قلبكم. الاكلة دي بتتعمل بالليل بقى كده، الساعة 2 3 بالليل، في المزاج. كل سنة